سيد كان فاتح ورشة خراطة صغيرة على قده وكبرت وبقت مصنع بفضل شريك عمره مدحت. مدحت كان هو اللي ماسك الحسابات والورق، وسيد كان هو اللي شايل الشغل على كتافه في الورشة وسط النار والحديد. في ليلة سيد رجع المصنع في وقت متأخر عشان نسي تليفونه، وسمع مدحت وهو بيتكلم في التليفون وبيقول بصوت واطي: بكرة الصبح الورشة هتتحرق، والورق كله جاهز إن سيد هو اللي عمل كده عشان يهرب من الديون، والتأمين هيصرف لنا مبلغ يخلينا نسيب البلد دي ونغور. سيد الدنيا سودت في عينه، شريك عمره اللي فتح له بيته عايز يحرقه ويحبسه؟ استنى لما مدحت مشي ودخل المكتب عشان يدور على الورق ده، وبالفعل لقى ملف مكتوب عليه تصفية، وفي ورق ممضي باسم سيد إنه مستلم مبالغ خرافية وهو ما يعرفش عنها حاجة. سيد قرر إنه مش هيسكت، وجاب بنزين ورشه في مكتب مدحت وهو بيعيط، وقرر إنه يحرقه هو قبل ما يحرقه. ولسه بيولع الكبريت لقى عم جابر الغفير العجوز بيمسك ايده وبقوة غريبة وقاله: اوعى تعمل كده يا سيد، انت اللي هتضيع نفسك. سيد صرخ فيه وقاله: انت مش عارف هو عايز يعمل فيا ايه؟ عم جابر طلع له تسجيل من موبايل القديم وسمعه صوت مدحت وهو بيتكلم مع عصابة وبيهددوه انه لو ما خلصش على المصنع وحبس سيد هيقتلوا بنته المخطوفة عندهم. اتضح ان مدحت كان بيعمل كل ده وهو مجبور ودموعه على خده، وكان بيسجل الورق باسم سيد عشان يخلي الشرطة تدور ورا سيد وتكتشف العصابة اللي بتراقبه. مدحت ما كانش غدار، مدحت كان بطل بيحاول يحمي بنته وفي نفس الوقت يسيب دليل يوقع المجرمين من غير ما يأذي شريكه بجد. لولا الغفير اللي كان مراقب الكل كان زمان سيد قاتل وشريكه ميت والحقيقة اندفنت معاهم. اكتشفت ان اللي بيبان انه خاين ساعات بيبقى شايل شيلة ما يهدهاش جبال، والظلم اللي بنشوفه بعينينا ساعات بيبقى وراه تضحية بدم القلب. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك ان مش كل ورق مكتوب حقيقة، ومش كل نار بتحرق بتبقى شر. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية على قناة حكايات مايا.